بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنيسة في الصوم الكبير بتهيأنا بكل الصور للأبدية، سواء على مستوى التوبة فتقول لنا خلي بالك بالصوم والصلاة مرتبط ارتباط وثيق بأنك تكون عينك على المسيح، فتقول لك ده صوم علشان تعيش حياة روحية جديدة، والتوبة هي مدخل حياة روحية. أو إنها تقول لنا خلي بالك من التعليم، فتيجي الكنيسة تركز في تعليمها في الصوم الكبير على 3 أفكار مهمة كاستعداد و3 مقابلات مع المسيح. 3 أفكار تقول أنت عايش ليه في الحد الأول، اسمه صلاة، اسمه أسبوع الاستعداد. وبعدين تقول خلي بالك أنت في الحياة مش هتعيش بدون تجارب، الشيطان كل اهتماماته أنه يوقعك، لكن المسيح انتصر. الفكرة الثالثة ولو وقعت قوم توب. وتقول لنا تاخد قوة كبيرة بمقابلتك مع المسيح، وتقول لنا مقابلة المسيح بتصنع 3 حاجات: تغير نفس زي السامري الحد اللي فات، تغير جسد زي مريض بيت حسدة الحد اللي جاي، تغير روح استنارة زي المولود أعمى. لو قدرت انك تعيش كده هتقدر انك تشوف المسيح داخل أورشليم وتدخل في شركة الملكوت إلى أن تتغير تماما بالإماتة معاه على الصليب وتستمتع بالسماء في الأبدية. لكن السيد المسيح النهاردة وهي الكنيسة بتقول لنا هتقابله علشان إيه بقى؟ قال لهم آية مهمة خالص، قال لهم أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من العالم أما أنا فلست من العالم. قد قلت لكم أنكم تموتون في خطاياكم لأنكم لم تؤمنوا بي، إني أنا هو، إن لم تؤمنوا بي تموتون في خطاياكم. حالتنا البشرية كل من ولد من أسفل من تراب، وأحيانا نشتكي حالنا ونقول لربنا تراب أنا، وأنا زي الطين واشتياقاتي دايما ترابية وأرضية، أنا من أسفل. وننظر إلى حالنا، ومش إحنا بس، كل البشرية، حتى هؤلاء اللي نادوا بفكرة الإنسانية المثالية والإنسانية المؤلهة زي سارتر ولا زي هايدجر في الألماني، والفكر الحادي الأوروبي الغربي اللي قال إن الإنسانية حين تعي ذاتها تعي ألوهيتها، أو الفكر الماركسي في روسيا اللي قال إني أنا إله نفسي ولا أريد ذاك الإله الساكن السماء. في النهاية يقع ماركس لما مات ابنه وقال إننا ندخل في متاهة الموت، وهايدجر يقول إننا لا ندرك أنفسنا، وسارتر يقول إننا محكوم علينا بالحرية، وألبير كامي الملحد يقول هذه الحياة تستحق الانتحار. وسارتر كان عايش مع فيلسوفة تانية اسمها سيمون دي بوفار، وكانوا عايشين بدون زواج رسمي كسرا لكل القيود يعني. وقتها بعتت له قبل ما يموت سارتر بحاجة قليلة،
قالت له أرى أننا أحقر كثيرا مما يراه الآخرون فينا. أنتم من أسفل أما أنا من فوق. وربنا لما قال لنا الكلمة دي ما كانش بيقول لنا الاتساع بين طبيعتنا وطبيعته، ده منطقي، أنا تراب وهو إله، لكن كان عايز يقول لنا حاجة مهمة، أنه نزل من السماء كي لا نبقى نحن أسفل، كي لا تبقى طبيعتنا ترابية، كي لا يبقى ملامح وجوهنا مشوهة، كي لا نكون فيما بعد ترابيون. يقول المولود من الروح هو روح، المولود من الجسد هو جسد. كيف يمكنني أن أغير طبيعتي من حالة أسفل إلى فوق، من طبيعة ترابية محكوم عليها بالموت والفساد، ومحكوم علي بهذا التشوه في ملامحي الإنسانية اللي أنا بقاعدة حينما نعي صورتنا ندخل في حالة اكتئاب. كل الملحدين دخلوا في حالة اكتئاب، كلهم عاشوا في حالة مفزعة لأنهم وجدوا ملامحهم مشوهة. الذي ينقذنا هو جاء لكي تتغير ملامح. يقول بولس الرسول نحن جميعا ناظرين مجد الرب كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة. وهي دي قوة المسيحية. كل من يدعي أنه له دين أقصى ما يريد أن يسترضي الله، يعملوا فرائض ويعملوا صور كبيرة. ليه؟ يقول لك أرضي ربنا بس أما نحن ليس هذا هو هدفنا، ولكن هدفنا أن نتغير إلى تلك الصورة، أن نتحد به. نحن ناظرين مجد الرب كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة. عشان كده ربنا قال لتلاميذه إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا. مجرد الرؤية، ودي حقيقة. موسى النبي بجلالة قدره الذي سمع الله فمن لأذن، والذي عاش مع ربنا 40 يوم فوق الجبل يسمع ويتحاور معه، ثم قال له أرني وجهك. قال له وجهي إيه اللي تشوفه؟ استحالة. أشوفك. قال له استحالة. وقال له جملة قاسية، قال من يراني ويعيش. للدرجة دي خارج المسيح كلنا محكوم علينا بسجن ذواتنا المنحطة، حالنا الذي هو من أسفل، ذواتنا التي يعمل فيها الفساد. حتى أشعياء النبي الرجل الذي اختطف إلى السماء بمركبة شربمية، حينما رأى العرش الإلهي قال ويل لي لأني قد هلكت، أنا إنسان نجس الشفتين. فطار أحد السرافيم وأخذ من المذبح جمر وطهر بها شفتيه، علامة على أن بالمسيح الذي على المذبح نتطهر. أما نحن فقد أعطينا أن نتحد به، أن نتغير إلى تلك الصورة، أن لا نصير من أسفل، أن نصير من فوق. ودي حقيقة. أن نصير من فوق دي بقى تتم في المعمودية. فيجي الإنسان مولود ترابي يخش المعمودية يصير سماوي. لما راح لنيقوديموس وقال له ماذا أفعل؟ قال له تولد من فوق. قال له ازاي تولد من فوق؟ أخش بطن أم تاني؟ قال له أنت حكيم وما تفهمش يعني إيه تتولد من فوق؟ قال له من الماء والروح.
الذي يولد بالماء والروح يتغير تلك الصورة، ولكن ليس على مستوى فجائي، ولكن نأخذ إمكانية أن نتغير بإرادتنا. يقول أبو مقار: سبيلنا أن نتوسل إلى الله لكي يجردنا من إنساننا القديم يلبسنا الجديد. مين فينا بيقف في المراية كل يوم ويقول له: أين ملامحك فيا؟ مين فينا مهتم بالفكرة دي؟ أحيان كتيرة يبقى اهتمامنا إني أتوب. أقول لك: حلو، أنت عايز تتوب ليه؟ تقول لي: عشان أخش السماء. بس عايز تتوب عشان أنت تخش السماء؟ تقول له: ما بقاش خاطي. ونقعد في دائرة ذات أنا. لكن التوبة الحقيقية هو مش أنا. التوبة الحقيقية إني أشتاق للحياة معاه. عشان كده اللي بيتوب علشان ذاته وعلشان يخش السماء يقعد في صراع دائم، لأن في حاجة تاني في ذاته بتشبعه. الخطية لذيذة، والذات والكبرياء مشبع للناس اللي عايزة تكون ليها مكان على الأرض. أما حينما يكون وجه المسيح هو هدفك، لا يمكنك أن تخطئ، لأنك بتحبه. إزاي تزعله؟ حينما يكون المسيح هو الهدف، حينما تحبه أكثر من ذاتك. يقول: الذي يحبني يحفظ وصاياي. ولكن حينما تحبه لن تأخذ السماء فقط، بل تصير ملكا في السماء. يقول: من يغلب أجعله يجلس على عرشي. بل أعظم من هذا، يقول القديس كيرلس الكبير في ثيوتوكية الجمعة، يقول: هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. نقول له: بجد؟ يقول: اسمع قال إيه في يوحنا 17 في حديثه مع الآب قبل الصليب. يقول: أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. يا للعظم! تخيلين؟ أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. أعطيتهم دي إحنا. أنهي مجد الذي أخذناه؟ أن نصير فيه. يقول: ليكونوا واحدا، هذا هو المجد. ويقول: أيها الآب، أريد هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا، ينظروا مجد الذي أعطيتني. وجه المسيح هو ملامحنا. ده بجد ولا شوية كلام؟ أغسطينوس يقول: ما هذا الذي يومد في داخلي ويقرع قلبي دون أن يؤلمني، فألتهب حينما أجد نفسي لست أشبهه، وأفرح بالقدر الذي أجد فيه نفسي أشبهه. يعني أقف كده في المراية كل يوم وقول: كان إيه النهاردة في ملامحي تشبهك؟ قلبي اللي حب الناس يشبهك، لساني اللي كان بيقول للناس كلام كويس يشبهك، فكري اللي كان مقدس يشبهك. هو يقول: كونوا قديسين كما إني أنا قدوس. نقول: أيوة، ما احنا عارفين إنك قدوس. يقول: أنت تشبهني بقى لما بنقول له: يا أبي الذي في السماء، بنقول له: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. ده كله فين؟ ده فيا، في حياتي. كل من قدم له أيامه أخذ المسيح، بل صار المسيح قوة في داخله. بصوا أنبا أنطونيوس أي قوة كان يحمل، أنبا بولا أي قوة كان يحمل، أنبا موسى الأسود
أي قوة كان يحمل، حتى أن الشياطين كانت ترتعب من مجرد الاسم. واحدة فتاة صغيرة اسمها يوستينا، والشياطين حاولت انها تجرجرها عن طريق ساحر اسمه كبريانوس لأمير كان عايز يتجوزها غصب عنها، كان وثن، اما هي رفضت. فالساحر قال له ولا يهمك اجيبها لك، وقال للشيطان بكل قوتك هات لي يوستينا. وبعدين فشل. فكبريانوس قال له ازاي تفشل؟ انت دايما كنت بتقول لي انك تحمل قوة على العالم كله. قال له مجرد اسم يوستينا بس يرعبني، مجرد اسمها يرعب. فتاة صغيرة، ولا كانت بقى في البرية ولا كانت بتنور، فتاة صغيرة ولكنها مسيحية بجد، اسمها مرعب. ولأجل يوستينا هذا الساحر صار مسيحيا، بل صار أسقفا الذي يحمل المسيح، يحمل قوة. قلت لكم كتير على ان أنبا أنطونيوس في حياته قد كده كان مرعب للشياطين. ومرة من المرات الشياطين وقفت وقالت له غلبتنا. ومرة تانية أبو مقار قالوا له كده ويلاه منك يا مقارة، ويلاه منك يا مقارة. وقت أنبا بخوميوس يقول كان يسمعوا الشياطين وهي بتصرخ في البرية كأنها مطرودة بعنف، وتقول ويلاه منك يا يسوع المسيح، أولادك طردونا. ويقولوا كان كثير من الشياطين يصرخون على باب قلاية أنبا موسى الأسود. ويقول كثيرون كانوا يسمعون صوت الشياطين وهم يصرخون لأن الصلوات الرهبان قد طالت. نحن نحمل أي ملامح بقى، ملامح من أسفل ولا ملامح من فوق؟ المسيح فينا حقيقة أم وهم؟ نحن مسيحيون بالاسم ولا بالفعل؟ احنا عايشين في وهم اننا اولاد ربنا ولا احنا بجد اولاد ربنا؟ الصوم فترة مهمة، مش بس عشان نقدم فروض وطقوس، ولا لان الكنيسة اعتادت انها تقول لنا نصوم فبنصوم، ولكن لانها فرصة اما ان نتغير إلى تلك الحالة أو نموت ونصير أرضيين. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبد، آمين.